السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ أوركيديا. فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. غادي نحضر معكم قريشلات بلديين كيجيو زوينين، كيجيو خفافين ولذاذين ومنسمين بحبة حلاوة والنافع. كيجيو رائعين في الفطور وفي الميريندا، كيجيو غزالين وخفافين كيف ما كتشوفوا معايا. فغادي نحضروا معكم بجميع التفاصيل ديالهم. خليكم مع الفيديو من الاول للاخير، خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو لهاد القريشلات، عندنا هنايا الطحين او الدقيق. عندي كيلو، انا عبرته في الاول، عندي كيلو اللي غربلته من قبل، غربلته وعاودته 2 المرات. من بعد غادي نحتاج الزيت، كاس ديال الزيت، دائما العبار بنفس الكاس. وعندي هنايا كاس ديال السكر اللي عمرته مزيان، وكاس ديال الحليب، ونص كاس ديال ماء الزهر. انا عندي ماء الزهر الاصلي كيعطي واحد الريحه غزاله. وهنا عندي 4 المعالق ديال الزنجلان، و2 معالق ديال حبه حلاوه والنافع، وعندي معلقه كبيره ممتلئه ديال الزبده. وعندي الخميره، هنايا عندي الخميره ديال الخبز، انا عملت ملعقه ممتلئه. وهنا عندي خميره الحلويات كيس من فئه 8 غرام، وعملت ملعقه صغيره ديال الملحه. وهنا عندي 2 ديال البيضات. الخطوه الاولى اللي غادي نعمل، غادي ناخذ كاسرونه تكون صغيره، وغادي نعمل فيها داك الكاس ديال الحليب، وغادي نعمل ماء الزهر. بالنسبه لماء الزهر، الا بغيتوا تعملوا كاس عملوه، الا بغيتوا تعملوا نص كاس عملوه، على حسب الكميه ديال الدقيق. هنايا غادي نضيف ملعقه ممتلئه ديال الزبده لداك الحليب وماء الزهر، وغادي نعملهم على النار ونخليهم حتى يدفاو. عاد غادي نطفي عليهم النار ونخلط بهم المكونات وهما دافيين. من بعد ما دفالي الحليب وماء الزهر والزبده دابت، غادي ناخد الدقيق وغادي نعمل فيه النواشف اللي هي الكاس ديال السكر، وغادي نعمل خميرة الحلويات. من بعد غادي نضيف الملحة، دائما الملحة نبعدوها على الخميرة حبيبات، لأن الخميرة مع الملحة إلا كانوا مع بعضياتهم فكتخسر المفعول ديالها. هنايا ضفت ملعقة كبيرة ممتلئة. ومن بعد غادي نضيف الزنجلان. انا عملت هنايا 4 ديال المعالق كبارين عامرين ديال الزنجلان، الا بغيتو تعملوا اقل ممكن تنقصوا الكميه. من بعد غادي نضيف بيضه كامله، والبيضه الثانيه غادي نضيف غير الابيض ديالها، والاصفر غادي نحتفظ به باش ندهن به القريشلات في الاخير. هنايا من بعد ما ضفت البيض، غادي نخلط المكونات واحد شويه. عاد غادي نضيف المكونات اللي عملتهم في الكاسرونه، وعملتهم يسخنوا على النار، ما خصهمش يكونوا سخانين بزاف. هنايا خديت الصفر والابيض البيض عملته في الخليط، وغادي نحتفظ بالاصفر. هنايا هاد حبه حلاوه والنفع فنقيتهم وغادي نطحنهم واحد الطحنه اللي غير خفيفه، غير يخرجوا النسمه اكثر. غادي نضيفهم على المكونات وغادي نضيف عليهم الزيت. اخر حاجه غادي نضيف الزيت، وغادي نخلط واحد شويه. عاد من بعد غادي نضيف داك الحليب وماء الزهر والزبده اللي ذوبت. هنايا من بعد ملي عجنتهم وخلطت المكونات مزيان مزيان، غادي نعملهم في واحد البول، وغادي نخلي العجينه ديالي تخمر مزيان. غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي، وغادي نعمل عليها واحد المنيدل ونخليها تخمر على جنب. انا هنايا عجنت القريشلات في الصباح وانا كنعمل الشغل في الدار وكنعمل الغدا، عجنتهم وخليتهم على جنب حتى يخمروا على خاطرهم. مع الكوزينه عندي سخونه والبوطه مشعوله، خماروا دغيا بسرعه كيف ما كتشوفوا معايا. فهنايا ضاعف الحجم ديالهم. غادي نخرج الهواء من العجينه
كيف ما كتشوفوا معايا في العجينه خمرت مزيان مزيان وتضاعف الحجم ديالها. غادي ندهن يدي مزيان بالزيت وغادي نخرج الهواء من العجينه وغادي نبدا نحضر كويرات حسب الرغبه. انا عملت هنايا الكويرات ديالي متوسطه الحجم، ما عملتهمش كبارين وما عملتهمش صغارين. هنايا عملت فيهم انا 80 غرام في كل وحده، في كل كره 80 غرام. وغادي نستمر على هذا الشكل هذا حتى نكمل العجينه اللي عندي كامله. ومباشره غادي ندوز نبدا نقرص او نبسط العجين. هنايا عملت واحد المقله اللي غادي او صينيه اللي غادي ندخلها الفران، رشيتها بالزيت ورشيتها دهنتها بالزيت ورشيتها بالطحين. غادي نبدا نقرص كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نعملهم رقاقين. هاد القريشلات بلديين كيجيو رقاقين، ما كيجيوش منفوخين وعاليين. غادي نحضر معكم هذاك النوع ديال القراش اللي كيجي غليظ وكيجيو منفوخين. هنايا كملت الكويرات كاملين وعملتهم في الصينيات اللي غادي يدخلوا الفران. من بعد غادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي وغادي نعمل عليهم واحد المنيدل ونخليهم نمشي نعمل الشغل ديالي ومن بعد غادي نرجع لعندهم. بالنسبه للمكونات اللي غادي ندهن بهم القريشلات واللي غادي نزين بهم القريشلات، عندي هنايا الصفار ديال البيض، عملت له واحد 2 معالق كبارين ديال الحليب وغادي نعمل لهم واحد المعلقه ونص صغارين او معلقه ممتلئه جيدا ديال القهوه سريعه الذوبان. وهنا عندي اللوز افيلي والزنجلان اللي غادي نزين بهم القريشلات. هنايا غادي نخلط مزيان مزيان داك الصفار ديال البيض مع 2 معالق ديال الحليب. وعندي هنا الزنجلان واللوز والشيته اللي غادي ندهن بها القريشلات. هنايا خليتهم واحد شويه حتى تضاعف الحجم ديالهم كيف ما كتشوفوا معايا، فهما خمروا وتضاعف الحجم ديالهم واحد شويه. غادي نزينهم، دهنتهم مزيان مزيان بالقهوه سريعه الذوبان الحليب والبيض ورشيت عليهم الزنجلان واللوز افيلي. بالنسبه للفران فانا عندي الفران سخون مزيان اللي سخنته على درجه حراره عاليه وعملت القريشلات ديالي يطيبوا على خاطرهم. خليتهم عملتهم في الفران ونقصت لهم النار اللي خليتها مهيله وخليتهم يطيبوا على خاطرهم حتى طابوا وتحمروا وكان الشكل ديالهم زوين وكانوا محمرين كيف ما كتشوفوا معايا. هذا هو الشكل ديالهم، جاو غزالين وهشاشين وخفافين وكيستحقوا التجربه. فإلا جربتوهم انا متاكده غادي يعجبوكم ويعجبوا وليداتكم. بالنسبه للوصفه كيف ما شفتوا معايا فهي سريعه وسهله في التحضير وكيجيو مزيونين بزاف بزاف. شوفوا القوام ديالهم كيفاش كيجيو هشاشين. وهذه هي الطريقه الاصليه ديال الامهات ديالنا، هذه هي الطريقه بحال اللي كيقولوا ديال قديم الزمان ديال القراش البلديين الاصليين. هي هذه اللي حضرت معكم، فكيجيو غزالين ولذاذين. كنتمنىكم تجربوا الوصفه وتردوا عليا في التعاليق. وصفه غزاله وكتستحق التجربه. وهنا كنكون كملت معكم وصفة اليوم. كنتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم وتشاركوه مع الأحباب والأصدقاء في وصفة أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.